اهلا بيكم في كايرو جاردن، قناة الزراعة المنزلية. لو انت اول مرة بتتفرج على فيديوهات كايرو جاردن اشترك في القناة علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. النهاردة هقول لكم على 3 نباتات انصحكم ان انتوا ما تشتروهاش من معرض زهور الربيع اللي موجود في حديقة الأورمان دلوقتي، وده لصعوبتها ولمشاكلها الكتير. خليكم معانا وهاخدكم لمعرض الزهور واقول لكم على ال3 نباتات. هنبدأ بنبات مشهور كتير جدا في معرض الزهور وهو الجاردينيا، وناس كتير بتحب قوي تبيعه والبياعين بيبيعوه. بس الجاردينيا مشاكلها كتير جدا. انا عملت فيديوهات عن الجاردينيا هتلاقيها موجودة على القناة بتشرح لك ازاي تاخد بالك منها، بس اللي لاحظته ان كتير جدا من المبتدئين للأسف بتموت منهم الجاردينيا. فانا برشحك لو انت لسه مبتدئ بلاش تجيب الجاردينيا، مع ان كتير قوي من البياعين بيحاولوا يبيعوها، ده لمشاكلها الكتير ولرعايتها اللي بتاخد منك وقت طويل ومجهود. لو انت مش بتعرف تاخد بالك من الزرع او عايز حاجة للمبتدئين ومشاكلها قليلة، انصحك بلاش تروح ناحية الجاردينيا، مع انها زهرة رائعة بس بلاش. ندخل على الزهرة التانية وهي شكلها رائع جدا جدا، وبالذات في السلات اللي بتتحط في البلكونة وناس كتير قوي 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 بتشتريها، وهي البيتونيا. البيتونيا رائعة جميلة، زهرة من اروع الزهور اللي ممكن تجيبها، بس بتموت على طول. يعني هي بتقعد معاك فترة الصيف وبعدين بتتحول لبذور. حتى الانواع الدائمة منها لو عطشتها شوية او لو نسيت تديلها مية بتموت على طول. فنصيحتي ليك بلاش البيتونيا إلا لو هتعرف تسقيها على طول وما عندكش مشكلة إن هي تتحول لبذور أو تموت منك، لأن هي مش دائمة، وحتى النوع الدائم منها محتاج رعاية كتير. الحاجة الثالثة والأخيرة هي أي نبات أنت ما تعرفوش حتى لو شكله رائع، ودي مشكلة كبيرة جدا بتواجه المبتدئين، ان هم بيروحوا المعرض والبيع بيوري لك زهرة فعلا ما شفتهاش قبل كده وشكلها رائع، بس ما عندكش معلومات عنها، وحتى على الانترنت مش بتعرف تلاقي معلومات عنها، مش مكتوب عليها اسم. فبالنسبة لك دي بتبقى شكلها حلوة قوي بس للأسف ما تعرفش ازاي تاخد بالك منها. نصيحتي ليك ما تشتريش غير زهرة عارف هتنمو عندك ازاي وهتحطها فين عندك في البلكونة وتاخد بالك منها. ما تشتريش حاجة مش عارفها، ما تشتريش حاجة بس عشان خاطر شكلها. اتمنى تكون الحلقة النهاردة فادتكم، وقلت لكم على 3 انواع من النباتات الافضل ما تجيبهمش من معرض الزهور علشان ما تحبطش وما يموتش الزرع عندك، وعملت فيديو برضو عن احسن 3 نباتات اتفرجوا عليه. شكرا واشوفكم في الحلقة الجاية من كايرو جاردن. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. شكرا واشوفكم في الحلقة الجاية من كايرو جاردن. مع السلامة.